سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر أحد الدعاة الليبيين وكان يعيش في فرنسا، فذهب إلى أحد الأطباء الكبار في علاج العقم وقال له: أريد أن أنجب. فقال له وهذا الطبيب الكبير: إن مثلك لا يمكن أن ينجب. فقال له: ولم؟ قال له: هكذا يقول الطب. فذهب هذا الرجل إلى مكة المكرمة معتمرا، ثم صلى ركعتين أمام الكعبة المشرفة وسأل الله عز وجل باسم، وبكى في سجوده حتى ابتل المكان وأصبح كأنما ماء مسكوبا على بلاط الحرم في الصحن كما يقولون. ثم شعر بشيء في قلبه يدله على أن الله استجاب دعاءه، فعاد إلى بلاده، ثم حملت زوجته بتوأم ذكرين، فلما أنجبت أخذهما وذهب بهما إلى ذلك الطبيب، فقال له: هكذا قد أنجبت. قال: ماذا فعلت؟ قال: سألت الله فاستجاب الله عز وجل لي وأكرمني بذكرين وولدين. فأصبح الطبيب كلما جاءه عقيم قال له: الطب يقول أنك لا تنجب، ولكن هذا القس، وهو يشير إلى هذا الداعية الليبي، يقول له: هذا القس عنده الحل لمثل حالتك. هذا الموقف يذكرني بقوله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وإذا لاحظنا مشاهدي الأكارم في هذه الآية الكريمة، فإن الله قال: يهب لمن يشاء إناثا، فأتى بلفظ الهبة، والهبة هي محض فضل الله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد، وأما الرزق فقد يشاركه فيه. ولذلك تجد بعد خواتيم الآيات: والله خير الرازقين، ولكن لا تجد والله خير الواهبين، إنما تجد الوهاب. فاسم الوهاب ورد في كتاب الله عز وجل 3 مرات. المرة الأولى في سورة آل عمران عند قوله تبارك وتعالى حكاية عن العلماء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لأنه لا يهب الثبات على الدين إلا الله. الثانية قال الله تعالى: أأنزل حكاية عن المشركين حينما اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول الرسالة له، قالوا: أأنزل عليه الذكر من بيننا أأنزل عليه الذكر من بيننا، هكذا كأنهم معترضين، حتى قال الله عز وجل قال سبحانه وتعالى في سورة صاد: العزيز الوهاب، يعني
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فالرسالة هي محض هبة أيضا من الله عز وجل، ويخلق ربك ما يشاء ويختار. الثالثة قال سبحانه وتعالى حكاية عن نبي الله سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فمن كان عنده عقم أو تأخر عنده الخلفة فليقل: اللهم يا وهاب أسألك من فضلك وأنت الوهاب، إلى العناوين. مشاهدينا الأكارم، نرحب بالشيخين الجليلين الشيخ حسن سلمان والشيخ محمد بن عبد الله في حلقتنا اليوم. سنتحدث اليوم عن 5 أسماء من أسماء الله عز وجل، وهي الاسم الأول المحيط، والثاني العليم، والثالث القدير، والرابع البصير، والخامس الخبير. فباسمكم جميعا نرحب بالشيخين الجليلين ونبدأ بالترحيب بهم. أهلا بكما أيها المشايخ الفضلاء. حياكم الله. حياكم الله. إذا نبدأ بالشيخ حسن سلمان، حياكم الله. أول اسم من أسماء الله عز وجل ورد في كتابه العزيز 8 مرات، وهو المحيط. ما معنى المحيط وماذا نستفيد منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لاسم الله تبارك وتعالى المحيط كما تفضلت ورد في كتاب الله تبارك وتعالى 8 مرات، والسياقات التي ورد فيها هي حديث عموما عن الكافرين وعن المنافقين وعن أهل الكتاب. يعني في كل السياق التي وردت لم ترد وهي توجه للمؤمنين. فلفظ المحيط والإحاطة هو حالة السيطرة من كل جانب، السيطرة من كل جانب. وهذه السيطرة أو هذه الإحاطة قد تكون إحاطة علمية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في علمه أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء، أي أحاط بهم علما. وقد تكون هذه الإحاطة كذلك إحاطة بقدراتهم، وإحاطة بنواياهم، وإحاطة كذلك بأعمالهم، وإحاطة بأفعالهم، وإحاطة بمقاصدهم. فعلى كل السياقات التي وردت فيها كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى محيط بالكافرين علما، ومحيط بهم كذلك قدرة، ويستطيع أن يفعل فيهم جل جلاله ما يشاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى مثلا في الآية الأولى في سورة البقرة عندما يقول: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. لاحظ هنا الإحاطة جاءت بمن الآن؟ جاءت بالكافرين. وهكذا ستجد أيضا إحاطة من نوع آخر أيضا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون كان الله وكان الله بما يعملون وكان الله بما لا إن الله ما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. لاحظ هنا الآن الآية الأولى تكلمت عن الكافرين، والآية الثانية أيضا تكلمت عن مكر هؤلاء الكفار أنفسهم. إذن هنا الله سبحانه وتعالى في موضوع الإحاطة فيه وعيد، لكن مسبوق هذا الوعيد بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل ما كانوا يفعلون، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكون محيط بالشيء إلا إذا ألم به علما واستطاع أيضا أن يتحكم فيه. هاتين المسألتين مهمات جدا في وصف أو في اسم الله سبحانه وتعالى المحيط. الأمر الثاني، تلاحظ بأن إذا أردت أن تعمل مقارنة ما بين العليم وما بين المحيط، فستجد أن الإحاطة بالرغم من أن الإحاطة هنا غالبا توجه للكفار والعليم توجه للجميع، ولكن في سياقات أهل الإيمان كثيرة.
بما تعملون عليم، بما يعملون عليم. لكن خلينا الآن مع الإحاطة. فالإحاطة هي حالة زائدة عن العلم، ليس علما فقط ولكنه علم مع القدرة، مع الفاعلية على التأثير عليهم. هذه على كل موضوع الاسم الأول اللي هو موضوع اسم المحيط، والله بما يعملون محيط، والله جميل. من ورائهم محيط. نعم. هل لديكم تعليق شيخ محمد بن عبد الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه. لا شك أن اسم الله المحيط يدل دلالة قاطعة على قوة الله جل وعلا. ولا شك أن أسماء الله عز وجل بينها ارتباط، سواء كان ارتباطا مباشرا أو كان ارتباطا غير مباشر. فإن الإحاطة تحصل بعد العلم، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فإذا كان الله جل وعلا يعلم بما يفعل الكافرون وبما يرتكبون من جرائم وبما يرتكبون من كفريات وما شابه ذلك، فإن الله جل وعلا محيط بهم، أي أنه قادر عليهم وقادر على أن يخلص الأرض من آذاهم. ولذلك في هذه الآية التي ذكرتها يا شيخنا هنا في هذه الآية، أنت قلت أن المسألة موجهة للكفار، لكن في بعض الأحيان قد تكون كلمة محيط أيضا موجهة للمؤمنين. في قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يقول الرازي في كتابه الكشاف، يقول هناك قراءة إن الله بما تعملون محيط. قال وفي هذه الحالة إن الله بما تعملون محيط هي موجهة للمؤمنين الذين يصبرون على كيد الكفار وأذى الكفار، فيقول إن الله عليم بصبركم واحتسابكم وقادر على أن ينصركم ويهلك عدوكم. فاسم الله المحيط في الغالب وفي الأعم تستخدم للإحاطة بأعداء الله سبحانه وتعالى وبالكفار، للدلالة على أن الله جل وعلا تركهم هكذا حكمة من عنده، وإلا هو قادر عليهم ومحيط بهم سبحانه وتعالى. وستجد أن معظم الآيات الموجودة، 8 الآيات الموجودة التي ذكر فيها الإحاطة، فإنها يعني تقريبا ذات دلالة واحدة أو تشترك في مفهوم واحد يعمها جميعا تقريبا، وهكذا والله تعالى. لكن أنا أشوف كلام الشيخ حسن سلمان فيه وجهة قوية، لأن الله تعالى في قصة شعيب لما قالوا أهل شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. يعني كأنما يقول أنتم لا تستطيعون أن تضروني بشيء لم يكتب الله عز وجل علي، لأن الله محيط بكم وبي، فلا يمكن أن تتقدموا بشيء بغير إذن الله تبارك وتعالى، لأنكم أنتم في ملكه وتحت قدرته. أي نعم. هنا يجعل أيضا هذا فيه رسالة كذلك للمؤمنين بأنه لا تخافوا يا مؤمنين، فإنما أصابكم إنما كان بإذن الله وبعلم الله وبإحاطة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وكما قال سبحانه وتعالى في الملكين الكافرين اللذين يأتيان إلى الناس ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هنا حقيقة يعني لفتة إيمانية قوية،
فطالما أن الأمور كلها بإحاطة الله وبعلمه فلا تخشى شيئا. قال إنني معكما أسمع وأرى. على كل حال أشكركما. التربوي يعني كما تفضلت، أهم ما ينبغي أن نستفيد منه في مثل هذه الحلقات الرمضانية هو أن نتعرف على الاسم ومعناه، وأن نحاول نعمل على تنزيل هذا الاسم في واقع حياتنا. يعني لو لم نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، فلما يستشعر الإنسان سبحان الله أن الله عز وجل محيط بكل شيء. نعم. الله بكل شيء محيط. إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء ستجعل الإنسان أول في حذر. كل خطوة يخطوها، كل مكر يمكره على الناس، أو كل خطأ يخطئه تجاه الآخرين، فإنه يجب أن يستحضر هذا المعنى أن الله محيط بك. كذلك أيضا تكسبك هذه اللفظة أو هذا الاسم سبحان الله، يكسب العبد المسلم والمؤمن ثقة عظيمة جدا في أن هؤلاء الكفار تحت قبضة الله وتحت إحاطته، فلا يستطيعون أن يتقدموا إزاءك خطوة ولا أن يتأخروا خطوة، ومهما مكروا فإن مكر هؤلاء أعظم منه مكر الله بهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فيظل الإنسان سبحان الله في طمأنينة وسكينة وفي ثقة وفي توكل وفي استحضار معية الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم فقط، أنه والله ينام كما يقولون قرير العين. لماذا؟ لأنه مستند إلى الملك الديان المحيط بكل شيء. فهذا الاسم سبحان الله ربما كثير من الناس الآن، وهذا جميل جدا أنه نفتتح الأسماء الفردية بهذا الاسم اللي هو ربما ما تكون له تلك الشهرة التي لبقية الأسماء، ولكن انظر أنت تستحضر هذا المعنى أن الله محيط بالبشر، محيط بالجن، محيط بالملائكة، محيط بالسماوات، محيط بالأرض، ثم كل هؤلاء والله من ورائهم محيط. يا سلام. فأنت سبحان الله يحمل جملة من المعاني. اسم المحيط يحمل اسم الكبير والمتعال والعليم والقوي والقدير، هذه كلها لماذا؟ لأنه لا يكون الإنسان محيط بها بشيء إلا إذا كان عليما قديرا كبيرا واسعا، وهكذا تكون على الأقل الأسماء نستحضرها إن شاء الله في حياتنا. هذا كلام كبير، كلام كبير من ناحية ما ذكرته الشيخ حسن لما قلت أيضا هذا مما يجعل الإنسان أن يتنبه فلا يقع في معصية الله، فيكون على حذر كبير. هناك ما يدل بما ذكرت يستخفون من الناس ولا يستخفون من وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هؤلاء المنافقين. أتذكر قول أحد الصالحين قال له رجل أريد أن أعصي الله، قال لا بأس ولكن بثلاثة شروط. نعم. بثلاثة شروط. أولها أن لا تأكل من رزقه. نعم. كيف تأكل من رزقه وتعصي؟ نعم. الثانية أن لا تعصيه في ملكه، فليس من الأدب أن يعصى المالك في ملكه. الثالثة قال له أن ترد أجلك، ولا نسيت أنا؟ وهي هذه مأثورة عن لقمان الحكيم، كان يكلم ولده يقول له يا بني إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فاعصه في خارج أرضه فقال يا أبتي أو يوجد أرض أو ملك لغير الله؟ قال فكيف تقر بذلك وتعصيه وأنت في أرضه؟ جميل. الأخيرة أعتقد هي إذا أردت أن تعصي الله فلا تتنفس من هوائه، وهكذا. فالمقصود أنك أنك محاط بأمر الله سبحانه وتعالى، ما تستطيع أن تخرج من عاطته. وهنا أيضا لفتة أن ما يحصل في غزة اليوم من القتل ومن الجوع ومن العطش ومن الابتلاءات التي تنزل عليهم هي بإحاطة الله وبعلمه وبإذنه سبحانه وتعالى. هذا كلام كبير، أنا أقصد ليس الكبير الذي قلته أنت، لكن كبير بمفهوم الآخرين. دائما يتردد في نفوس الناس، وهذا من قبيل اليأس. يقولون كيف الله سبحانه وتعالى يرضى لهؤلاء المساكين العزل أن يقتلوا ويفعل بهم الأفاعيل، وتقول أيضا أن هذا بعلم الله وبإحاطة الله.
ولكن هذا الكلام يعني لا يقال إلا لمن يدرك يعني الحكمة من وجودنا نحن كلنا في هذه الدنيا. لابد أن يدرك الإنسان أنه هنا في دار الابتلاء، والابتلاء ليس كما نريده ونختاره نحن، إنما كما يختاره الله جل وعلا بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، يختار لهذا ما لا يكون لهذا، وهكذا اختار لهم سبحانه وتعالى أن يكون ابتلاؤهم بهذا القتل والتشريد من قبل هؤلاء المجرمين، ولكن ما يعقبه من منزلة ومن فضل ومن أجر كل ذلك يبدد هذا الأمر. وكلمتك أن الله عز وجل محيط بهذا ويعلم ويستطيع، وهذه النقطة الفاصلة، ويستطيع أن يقسم ظهر هؤلاء اليهود بكلمة كن فيكون، ولكن الله جل وعلا يمهلهم ويتركهم لأجل هو يريده سبحانه وتعالى، ولأجل أن يبتلي العباد بعضهم ببعض. فهذا الكلمة المحيط تنفي عن المؤمن اليأس، لا تيأس، فإن الله عز وجل محيط بهذا الأمر. وكما ذكرتم أيضا أننا نحن كمؤمنين أيضا حينما نعلم أن الله جل وعلا بكل شيء محيط فإننا نخافه ونراقبه ونعمل بأوامره ونترك نواهيه سبحانه وتعالى. ما الذي أنا قصدت من كوني أقول محيط؟ حتى يعني ما قاله الشيخ محمد عبد الله كلام وجيه وتوجيه وجيه، لكن ثمة فيما حصل في غزة مما يتفق مع اسم الله عز وجل المحيط حكمة بالغة. كيف؟ في أصحاب الأخدود ربنا عز وجل قال والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، هذه كلها أقسام. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بالله العزيز الحميد. قال أهل العلم لماذا ختمت هذه الآية بالله العزيز الحميد؟ قالوا عزيز أنه قوي يستطيع أن ينصر أهل الأخدود على الظالم هذا الذي أهلكهم، وحميد قالوا حميد لأن عاقبة أصحاب الأخدود دخلوا الجنة فكان عاقبتهم أنها حميدة وأنهم حمدوا الله سبحانه وتعالى. تماما ننقل هذا إلى أهل غزة وما يحصل لهم اليوم كما حصل لأصحاب الأخدود، فإن عاقبتهم ستكون حميدة وأن الله عز وجل عزيز قوي. لذلك نحن نقول اسم الله المحيط اسم الله المحيط قد أحاط سبحانه وتعالى ليس بإسرائيل فقط بل بإسرائيل وبالدول التي تدعمها سواء كانت دول. ذلك واصل في ختام السورة هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في التكذيب والله من ورائهم محيط في نفس الله ولأنه محيط بهم يعني ولأنه محيط بهم رغم ضعف موسى ومن كان معه وقوة وجبروت فرعون وجنوده، إلا أن إحاطة الله سبحانه وتعالى بالفريقين ليس فقط بفرعون بل بفرعون وموسى. أحاط الله بفرعون حيث أنه يعني أوصله إلى حتفه وأغرقه في بحره، وأحاط بموسى ومن معه رعاية إلى أن نجوا من بطش فرعون. إذن من هنا نستبشر أن الوضع في غزة لا شك أنه سيتحسن كما تحسن وضع بني إسرائيل حينما كانوا مؤمنين مع موسى فأهلك الله عز وجل فرعون وجنوده، وسوف يهلك الله عز وجل بني صهيون وجنودهم ومن أعانهم لا محالة طال الزمن أم قصر. إلى الاسم الثاني، رغم أننا ما شبعنا من هذا الاسم الجميل الجليل العظيم الكبير، يعني حقيقة لو أخذنا الاسم الواحد بجميع أبعاده فإن حلقة واحدة ربما
ما تكفي. لكن على كل حال ننتقل إلى الاسم الثاني، وهو اسم أيضا عميق جدا، وهو اسم الله تبارك وتعالى العليم. ورد أكثر من 50 مرة في كتاب الله عز وجل، ورد أكثر من 56 مرة العليم يا شيخ حسن. ما معنى العليم؟ ولماذا تكرر ذكره هكذا 56 مرة في كتاب الله عز وجل؟ اسم الله العليم وهو من الأسماء التي لم يختلف عليها أهل الإسلام. يعني الله سبحانه وتعالى اسمه العليم ويتصف بالعلم، هذا مما لا خلاف فيه. يعني تكاد تكون هذا الاسم محل اتفاق ومحل إجماع. وهذا يدل أيضا على أهمية العلم. أهمية العلم. والأمر الثاني، العلم حقيقته هو معرفة الشيء على ما هو عليه، أو معرفة الشيء على حقيقته، تعرف كنهه وتعرف أصله وتعرف تفاصيله، فهذا هو موضوع العلم. وهي طبعا صيغة مبالغة، يعني فعيل العليم. وهذا التكرار الكثير لهذا الاسم، طبعا ستلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى كثير مما نراه في هذا الكون له علاقة بصلة كبيرة جدا بموضوع العلم. يعني خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان، وخلق البحار، يعني كل هذه البسيطة التي نراها مسبوقة بموضوع العلم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، مش كده؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لاحظ هنا الله سبحانه وتعالى ربط موضوع خلق السماوات والأرض بأمرين أساسيين: قدرة الله المطلقة، وعلم الله سبحانه وتعالى العميق المطلق. المطلق العميق. المسألة الثانية، كل العلوم، علم الكائنات بالنسبة للبشر علومهم مقتبسة مما حولهم. نعم. هو علم مكتسب منه. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فنحن نكتسب العلم من خلال ما نسمع، من خلال ما نرى، من خلال ربط هذه القضايا التي نسمعها والقضايا التي نراها، نربطها فنعقل هذا الموضوع، وبالتالي يتشكل العلم المكتسب بالنسبة لنا. علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي أبدي، يعني غير مسبوق بشيء، ولا يكتسب مما حوله من الخلائق. يعني كل الخلائق هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى علمه بها، بخلاف علم الإنسان. أيوه. هو علم مبتدأ. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نعم. وهذه وسائل الحصول على التعليم. نعم. لكن علم الله تبارك وتعالى أزلي، فهو عليم أزلي بعلم أزلي أنه عليم لم يكتسب من علم ما. وبهذا العلم شيخنا، وبهذا العلم وضعت الخطة الكونية لهذه البسيطة، أي بعلم الله عز وجل الذي هو جزء من قدره، علم الله سبحانه وتعالى. قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. بهذا العلم كتب القلم كل ما هو كائن. أيضا علم الله سبحانه وتعالى كما أنه غير مسبوق بشيء يكتسبه من الخلائق، أيضا علم الله لا ينسى، يعني الله لا ينسى شيئا حتى نقول بقية. نعم. وما كان ربك نسيا. فالبشر ينسون ما يتعلمون، أما الله سبحانه وتعالى في علمه. بالنسبة لصفة اسم العليم في كتاب الله سبحانه وتعالى، في معظم هذه الآيات التي ذكرت في كتاب الله عز وجل كم 50 مرة، مش كده 56 مرة، تلاحظ بأنها متعلقة ب5 أحوال تقريبا، 5 أحوال. الحالة الأولى أو المحور الأول الذي يتكلم فيه عن العليم في موضوع الخلق، كما ذكرنا الله خلق 7 سماوات. ذكر إيه؟ وأحاط بكل شيء علما، ومنها بديع السماوات أن يكون له. هذا المحور ستلاحظ لماذا الخلق؟ لأن الله سبحانه وتعالى هذه الخليقة التي نراها متقنة وبتفاصيل عجيبة جدا لا يمكن أن تصدر من جاهل مطلقا، لا يمكن أن تصدر. وبالتالي يدلك على أن هذا الكون الذي تراه أنت بدقته وإحكامه وتفاصيله إنما نابع عن صفة الله أو اسم الله العليم. فالله علم ثم بعد ذلك خلق هذا الخلق بعلمه. فتلاحظ أن الصفة العلم مرتبطة بإيه؟ بالخلق. صفة العلم كذلك مرتبطة بالأحوال.
عليم بالظالمين، عليم بالمتقين، عليم بالمفسدين. فتجد الصفة هذه مرتبطة أيضا بالأحوال. هنالك معرفة بالأحوال. أيضا علم الله سبحانه وتعالى مرتبط بموضوع الأرزاق والحظوظ، مرتبط بالأرزاق والحظوظ، حتى لا يتصور شخص بأنه والله يعني ربما أعطى الله سبحانه وتعالى بعض الناس مالا وبعض الناس جاها وبعض الناس علما وبعض الناس قوة، فالله يعطي كل شخص ما يناسبه وبحسبه. وكل ذلك مبني أيضا بعلم الله سبحانه وتعالى. كذلك علم الله سبحانه وتعالى له علاقة بموضوع الأوامر والنواهي. يعني تجد كثير من أحكام الله، كثير من الأوامر، كثير من النواهي يعقبها مباشرة مسألة الحديث عن إيه؟ عن العليم. يعني الله سبحانه عندما يحرم أمرا توقن تماما بأن ما حرمه بعلم. عندما يحل الله سبحانه وتعالى أمرا فاعلم أن ما إيه يحله. فتجد مثلا الآيات عن الطلاق، الآيات عن كثير من الآيات تلاحظ أنها تختم، يعني مثل آية الدين مثلا، مثل قوله تعالى، خلينا أقرأ عليك: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن نعم فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هنا سبحان الله لاحظ مسألة الطلاق تعتريها إشكالات كثيرة جدا ما بين الزوجين، منه ما يمكن أن يقال ومنه ما لا يمكن أن يقال، منه ما هو مخفي منه ما هو ظاهر. فالله سبحانه وتعالى كأنما يرسل رسالة للزوجين بأن كل ما تخفون قد تخفونه عن الخلق لكنكم لا تستطيعوا أن تخفونه عن الخالق، الله بما تعملون عليم. فهذه كلها في البقرة أيضا ولا يخفين ما خلق الله في أرحامهن، الآية الكريمة ولا يخفين ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، لأن هذا أيضا من العلم العظيم. نأتي بالآية: اللي هي الطلاق مرتان في إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، مش كده؟ ولا يحل له في أرحامهن ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك ولا إيش ولا يحل لهم أحسنتم يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نعم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وعلى كل حال المقصود أن الله يعلم ما خلق في أرحامهن فلا يجوز لهن أن يخفاءه أو أن يكتمنه. نعم. على كل هذه كلها سبحان الله محاور الآية عزيز حكيم. نعم. كلها محاور تدور فيها هذه الآيات الكريمة خلقا والأحوال. ثم أيضا هنالك موضوع الأعمال والأفعال أيضا ترتبط بموضوع العليم. الله عز وجل يتحدث عن الأعمال ثم يقول بما تعملون عليم، بما يعملون عليم بعباده. فهذه كلها من الأشياء التي ترتبط بها على كل صفة العلم واسم العليم لله سبحانه وتعالى. على كل حال هل لكم إضافة فضيلة الشيخ؟ على كل حال اسم الله العليم، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: اسم الله تعالى العليم اشتمل على مراتب العلم الإلهي وهي 4. المرتبة الأولى علمه بالشيء قبل كونه، وهذا لا يمكن يتأتى إلا في إله. يعني الواحد حتى ما وقع ربما لا يعلم به، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء قبل كونه، وهو سر الله في خلقه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. جميل. ثانيا، المرتبة الثانية علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ أمره ومشيئته. جميل. فهذا أيضا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه وتصنيعه. جميل. هو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى
وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. المرتبة الرابعة علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته بالفعل بعد كسبه وتحقيقه. كل ذلك يعبر عنه بأنه هو العليم سبحانه وتعالى. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وهذه هي المراتب الأربعة، مراتب علم الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، وهذا يجعلنا نزداد إيمانا وتعظيما لربنا عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى لديه علم عظيم، فهو عليم صيغة مبالغة. وبالتالي من نال من علم الله سبحانه وتعالى ولو كان قليلا فإنه يكون لديه مرتبة كبيرة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. سبحان الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لم يشهد الله عز وجل من خلقه أحد إلا الملائكة وأهل العلم. الله يجعلنا وإياكم منهم. آمين يا رب. كذلك ربنا عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذلك لما ذكر آية العلم. يعني خلوني أقرأها عليكم، التي هي قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هاتان الآيتان يتحدثان عن علم الله عز وجل أو عن العلوم التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وهي طبيعة الحال هي من علمه. فقال ألم ترى أن الله أنزل من السماء، فهذا علم الأمطار وعلم السحاب وعلم الفلك وما يدور حوله، علم مستقل. ثم قال ثمرات مختلفا ألوانها، وعلى علم الزراعة. ثم قال من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوان وغرابيب سود، علم الجيولوجيا. ومن الناس والدواب، ومن الناس هذا علم الطب، علم البشرية بما فيه طب والنفس وإلى آخره، والاجتماع. والدواب والأنعام، الدواب يدخل فيه علم الحيوانات كلها، علم الحيوانات كلها. والأنعام يدخل فيه علم البيطرة، مختلف الألوان كذلك. ثم قال لك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا لذلك يعني من هنا نفقه ويتبين لنا سر تكرار اسم العليم 56 مرة. 56 مرة هذه على مفردة العليم فقط. نعم. وإلا ما تصرف منها العليم الحكيم 157. لا صحيح، ما تصرف المرادف والمجاور. نعم 157 مرة. نعم. هنا شيخنا طبعا مهم جدا أيضا أن ينتبه الإنسان في لما يسمي الله تبارك وتعالى نفسه العليم ويشير إلى هذه الصفة العظيمة، ويكتسب الإنسان صفة مهمة جدا، وهو أن علم هذا الإنسان بكل ما لديه بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى لا شيء. حديث موسى لا كل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه واحدة. وبالتالي هنا السؤال يا شيخ حسن حتى أكمل على ما أنت عليه، لكن السؤال يقول ما حظنا نحن من اسم الله العليم؟ وهذا بداية، هذا هو ما هو الحظ. نعم. فأول شيء علينا أن ندرك بأننا أمام علم الله نحن فقراء. الفقر الكامل في كل شيء. نحن فقراء إلى علم الله. الأمر الثاني بما أنه العليم فإننا نلتمس. اذكر المقياس. طيب يا شيخ حسن،
مقياس الطائر الذي أخذ نعم من الذي الماء من كالقطرة. البحر. أيوه قال حديث موسى أن بالنسبة علمي وعلمك بالنسبة كهذا لعلم الله إلى هذا البحر. يا الله يا الله كلام كبير. شوف سبحان الله، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فقضية علم الله سبحانه وتعالى معناته ما نفد كلمات الله، يعني ما نفد علم الله، لأن الكلمات هي من العلم المعبرة عن العلم. المعبرة عن العلم. هذا الاستحبار مهم جدا في أولا أن تدرك مهما تعلمت أنك بالنسبة إلى علم الله أنت فقير، فتبقى في استمرار وقل رب زدني إيه علما، تبقى اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله. هل كان هذا هو يعني كلام الإمام الشافعي كلما ازددت علما ازددت جهلا؟ نعم. هل كان يعني هذا؟ ما أدري الشافعي، لكن هي المقولة صحيحة، كلما تعلمت كلما ازددت جهلا. على كل هي مقولة مشهورة، أنا بس لا أعرف من الذي من القائل يعني، لكن صحيحة وإن شاء الله. ما تهددني هي عن الإمام الشافعي، أنا سمعتها عن الإمام الشافعي. هو لا شك هو الكلام أنك كلما زدت علما تدرك أنك كنت جاهل بهذا العلم. صحيح. وستعلم أن الذي وراء علمك هذا وراء علوم العلماء كلهم علوم أخرى لا تدركونها. جميل. طيب المسألة زدني علما وقل ربي زدني علما. الأمر الثالث التماس العلم من كتاب الله. لأن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الكتاب من العلوم كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبالتالي إما أشار إلى العلم بكليته وإما أشار إليه بتفاصيله. يعني إما أن أشار لك إلى علمك هذه العلوم الآن سبحان الله كيف أشار إليه بكلياتها. لاحظت؟ لكن في علوم أشار إليه بتفاصيلها. العلوم التي لها علاقة بالغيب والإيمان يشير إليها دائما بالتفاصيل. أنا أريد أن أختم بهذه الحلقة يعني ويعلق عليها الشيخ محمد. لا قبل هذا اسم الله العليم حظنا نحن كمؤمنين من اسم الله العليم اللي ذكره الشيخ حسن جميل، ولكن هناك قضية محورية في غاية الأهمية، وهي يعني كل مؤمن يحتاجها حاجة ماسة حتى يثبت على الإيمان، وهي أن اسم الله العليم يورث المؤمن الإيمان بقضاء الله وقدره. لأنه من القاعدة الأولى في الإيمان بالقضاء والقدر هو العلم. علم الله ليس العلم الذي نحن ندركه، لا، علم الله سبحانه وتعالى بالشيء قبل أن يكون. لأنه الإشكالية الكبيرة التي يقع فيها كثير من الناس كيف الله سبحانه وتعالى يعني يقضي علينا بأننا سنعصي ثم يعذبنا. لكن نحن نقول أن علم الله سبق أن فلان من الناس سيكون مؤمنا طائعا بمحض اختياره ويكون من أهل الجنة، وأن فلان آخر سيكون كافرا فاسقا فاجرا وبمحض اختياره وسيكون من أهل النار. وهذا لا يتأتى إلا بعلم الله الذي سبق الأشياء، لأن مراتب القدر هي 4. المرتبة الأولى العلم، وهي بالعلم لأن الله عز وجل يعلم بالشيء قبل أن يكون، لو كان كيف يكون، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق والإيجاد. فالذي لا يفقه هذه الأمور يبدأ يزل في باب القضاء والقدر. ولذلك اسم الله العليم يورث المؤمن الإيمان بقضاء الله وقدره. جميل. من علم الله تبارك وتعالى الذي أنزله على خلقه قال سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سؤالي: هؤلاء أهل العلم أطلقها الله عز وجل علم الشريعة أو علم ما ذكرناه من علوم الدنيا، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ما سر ذلك يا مشايخ؟
هو صاحب العلم هو يدرك حقائق الأشياء على ما هي عليه إذا ما خليت هذه الأمور من الهوى وخلت من الموانع الصادة عن معرفة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هؤلاء الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى العلم قبل نزول الكتاب عندهم علوم معينة، عندهم أشياء تدل على الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي الكتاب العزيز ويأتي القرآن الكريم منزلا بالحق الذي هو حق واضح بالنسبة لهم، فإن ذلك يجعلهم في خشوع واعتراف بما في هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه وافق العلم الذي عندهم، وبالتالي يخرون أي يستسلمون له ويخضعون له إذا ما خلت النفوس من أهوائها، وإذا ما خلت القلوب طبعا من الكبر والحسد وغير ذلك. العالم سواء كان عالم شريعة أو كان عالم في الأمور المادية، هذا العلم الذي أوتيه هو فتح من الله سبحانه وتعالى، والذي جاءه هذا الفتح لا شك أنه يلاحظ دقائق الأمور التي لا يلحظها عامة الناس. فبالتالي بمجرد ما يلامس هذه الحقائق، أنا أتكلم الآن على علماء المادة، حينما يلامس حقائق الأمور ودقائقها يعني يصل إليه إدراك أن هذا لا يمكن أن يكون يعني كما يزعمون ويقولون أنها مادة تكونت وتفاعلت، لا يمكن، إنما من وراء هذا خلاق عليم. ولذلك ينتج عن هذا طبعا بالقيد أن هذا إنسان يكون إنسان متجرد ليس صاحب هوى، سيجد نفسه تلقائيا أنه يعني يخضع الفطرة وقلبه يسجد وتسجد. الفطرة التي عنده تؤدي به مع هذا العلم أنه تجده مباشرة يخر لله سبحانه وتعالى ساجدا. هو كأنه يعني يرفع القبعة احتراما إذا كان بتعبير العصر اليوم، لما يكتشف علما ما ويعرف أن هذا الذي فعله عليم قدير، يقوم احتراما وتقديرا وإكبارا لهذا العليم الكبير. فلما يعلم أن هذا العليم هو الإله، تجد أن قلبه يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. الذين يدخلون الآن يا شيخنا، ما الذين يدخلون في الإسلام في أوروبا؟ نعم العلماء. هو السؤال لماذا يخر؟ يعني ليش ينزل الأرض؟ تعظيما يعني لله. لا يمكن أن يكون هناك تعبير آخر، يعني بالذات يعني عملية الخضوع يعني ملامسة هذا الوجه الشريف في الأرض، يعني ما الذي يجعل هذا؟ أنا أشعر أن شدة التعظيم لله. شوف يا شيخ محمد، لما جاء سحرة فرعون وتحدوا موسى عليه السلام، نعم، وألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان حقيقي وأصبحت تأكل عصيهم التي كانوا يخيل. ماذا كان من موقف السحرة؟ قالوا آمنا برب موسى وهارون، برب هارون وموسى. وأيضا أنهم سجدوا لله سبحانه وتعالى، خروا سجودا. نعم. في نفس الموقف خروا سجودا لله. شوف، ما ركعوا ولا آمنوا فقط، وإنما خروا سجودا تعظيما لله عز وجل. فأنا أقول هذا لماذا حصل لهم هذا الخضوع وهذه العظمة؟ لأنهم عرفوا ربهم وعرفوا عظمة هذا الموضوع، أنه أكبر من قضية السحر وأكبر من قضية مجرد علم من العلوم، وإنما هو إله عظيم يستحق السجود. والله أعلم. الحقيقة الحديث معكم لا يمل، ولو جلسنا إلى الفجر نتكلم عن علم الله تبارك وتعالى والله ما شبعنا ولا انتهينا. نسأل الله تعالى منه وكرمه أن يزيدنا علما، يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا. مش كده كان يدعو؟ يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نعم، كما يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. حتى دي موجودة ودي موجودة كله لكن ابن تيمية ليست آية. لكن ابن تيمية كان يقول يا معلم. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، حتى أراكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة باللغة التجرينية. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الرضوان، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والسلام عليكم ورحمة الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.